وقت الراحه ما بين السيتس وبعضها. انت ممكن تريح من اول 60 ثانيه لحد 3 دقائق بناء على ايه؟ الانتنستي. ايه هو الانتنستي؟ الوزن اللي انت قادر تشيله. فكل ما انت بتشيل وزن كتير كل ما انت هتاخد وقت اكتر راحه. انت واحد دلوقتي مثلا بتشيل وزن خفيف، الار اي ار بتاعك 4، مش هنقول بقى وزن، الوزن ان انا لو جيت قلت ايه 40 كيلو، انت بالنسبه لك مثلا الوزن ده خفيف تخش 50. واحد تاني بالنسبه له 40 كيلو ده مش عارف يشيله من على الارض، فانا مش هقول لك وزن كام، انا هقول لك الار اي ار ايه بكام. انا مثلا دخلت بار اي ار بيساوي 4، فار اي ار ب 4 يعني انا عملت اجهاد خفيف شويه، لا خفيف خالص ولا وصلت للار اي ار 1 او 2 او 0، فساعتها انت محتاج وقت مثلا تريح من دقيقه لدقيقه ونص. طب انت دلوقتي قمت دخلت بار اي ار بيساوي 1 او 0، هتريح ايه؟ ممكن توصل من 1 ونص لحد 3 دقائق راحه. كل ما انت بتزود في اوزانك كل ما انت محتاج وقت اطول عشان تعرف تخش التمرينه تاني. ليه؟ عشان بيحصل اجهاد عالي، لاكتيك اسيد فورميشن على عضلات عالي، تحس بحرقان على العضله كتير، انت محتاج وقت كتير شويه عشان يحصل ايه؟ حاجه اسمها بلاد سيركيوليشن، فبحيث ان اللاكتيك اسيد ده يحصل له ايه؟ عمليه ازاله من تراكم اللاكتيك اسيد اللي هو الاحماض اللي على العضلات وتمشي في المجرى الدموي بتاعه الجسم، وبعد كده بيروح الكبد عشان ينتج لي طاقه. فانا عندي ان اصلا عشان جسمي يعرف يخش يتمرن تاني لازم الاحماض دي ان هي ايه؟ يحصل لها سيركيوليشن، فان هي تمشي، فعشان تمشي محتاجه وقت، فالوقت ده بيزيد كل ما اعمل ايه؟ اوزان واجهاد اعلى. قللت الاجهاد هقلل وقت الراحه، زودت الاجهاد هزود وقت الراحه.